سينما مترو هتشوف اللي نفسك فيه. اهلا يا ابو حنفي. اهلا يا شريف. ايه يا ابني ما حضرش المحاضره ليه النهارده؟ معلش يا محمود، اصل اتزنقت حته زنقه. معلش بقى، ما احنا بنعتمد عليك في كل زنقه. وايه اللي زنقك النهارده بقى يا شريف؟ الميكانيكيه منهم لله بعيد عنك. انت مش صلحت العربيه وجبتها معايا كمان، وجاي اركن قدام الجامعه لقيت المارش بيفوت. طب ما توديها لهم تاني. ما انا هوديها لهم. بقول لك ايه، ما تيجي نروح جري نوديها لهم ونيجي؟ لا يا شريف ما اقدرش، احنا في محاضرة بعد ساعة ولازم نحضرها. طب وماله؟ ما احنا هنروح ونرجع جري نحضر المحاضرة. اهلا 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 يا شريف بيه. ازيك يا استاذ زكي؟ اهلا. خير؟ خير مين يا عم؟ دي عمايل برضه يا اسطى. خير يا شريف بيه. اكشف على المارش يا سيدي. ما خلاص، ما انتوا اسطوات كبار وبتسيبوا العيال الصغيرة يلعبوا في العربيات على كيفهم. يا عم من عينينا، ده انتوا احسن زباين عندنا، اذا كنت انت ولا والدك زهران بيه. تصدق بقى يا محمود انه بيقول الكلام ده لكل الزباين. اعمل معروف يا اسطى وخلصني. عناية عناية يا شريف بيه. استاذ زكي، العربيه اللي معايا دي عايزه تطلع فله ولا اللي طالع من اجانس؟ كرم شريف زهران يا روح قلبي. كرم البنهاوي. ازيك يا شريف؟ ازيك يا كروم؟ انت فين يا ابني؟ يا والله زمن، انا اديني في الدنيا بلقط رزقي زي بقيه الخلايق. اهم حته مفاجاه كروم. الله. تعال تعال يا ابو حنفي اما اعرفكم ببعض بقى. ده يا سيدي محمود زميلي وصاحبي، ابن عمك اسماعيل ابو العيله. اهلا. وده بقى كرم البنهاوي وشهرته اللومانجي. لكن قول لي بصراحه بقى يا كرم كده من غير ما تخبي، ما تتكسفش من محمود. مش كانوا مسمينك اللومانجي برضو؟ يا راجل حرام عليك، انا قصدي لا مؤاخذه ساعات كده يعني كنت جريء وقلبي جامد حبتين، عشان كده طلعوا عليا التشنيعه دي. الله، انتوا تعرفوا بعض من زمان بقى؟ امال ايه؟
احنا نعرف بعض، قضينا فتره اعدادي كلها مع بعض، اظن لغايه تالتة اعدادي، مش كده يا كرم؟ اه طبعا، بس انا لا مؤاخذه ما كملتش بقى، قدمت استقالتي وهم طلعوني في التطهير. والله خساره يا كرم. ايه يا عم، خلاص بقى ما تفكرناش بالسيره دي. يا مرحبا حضاره، منور يا استاذ محمود. الله يخليك يا كرم. تشربوا ايه بقى ان شاء الله؟ لا معلش، اصل احنا عندنا محاضره دلوقتي في الكليه، لكن ما قلتليش يا كرم، انت ايه اللي بقعدك هنا؟ والله يعني الاسطى زكي ده حبيبي وصاحبي قوي، كل ما الاقي نفسي زهقان باجي اقعد عنده هنا اشوفه بيعمل ايه مع الزباين. ده بيعمل عمايل يا كرم. تصور اجي الصبح اخد العربيه اوصل بيها لغايه الكليه، يا دوب الاقي المارش بيفوت. يا بيه ما قلنا لك هنظبطه وتاخد العربيه اخر قليصتك. يا عمي ما خلاص مشيت معاك وشبعتوا. الله يا عم وطي حسك لحد من بتوع الضرايب يسمعك. استاذ زكي المهم دلوقتي الحاجه ساعه حبيبي. عينينا ولا بلي حاجه ساعه البهوات. لا معلش، اذا كنت انت هتقعد يا شيف استاذن انا. الله يا سعاده البيه، واحنا مش قد المقام ولا مش رجاله ولا ايه؟ خلاص بقى يا محمود مفيش فايده. والمحاضره يا شريف، محاضره ايه يا حبيبي؟ ما طول عمرنا بنحضر محاضرات، نبقى نذاكرها سوا يا سيدي. خش يا قمر، تعال اقعد. اتفضل. يا اهلا يا كرم. يا اهلا بيك يا شريف، والله وحشتني من زمان يا ابن الاكابر. وانت كمان وحشتني يا ابن يا ابن الايه؟ يا ابن الناس الطيبين. دي فاكر زمان انا. والله وحشتني حركاتك الجميله. وانت كمان وحشني كلامك الهايف. الهايف من حاجه ما يقولش. الله، حته ظريفه قوي. ايه اكتشافك؟ يعني بحب اقعد هنا شويه لوحدي او حتى مع اصحابي، شويه بالليل شويه بالنهار. طبعا يا عم، طول عمرك راجل مكتشف، انسان حلو وبتحب الاماكن الحلوه. يا حبيبي يا كروم، طول عمرنا تلاميذك. تلاميذ مين يابا؟ ده انت استاذ كبير قوي. قول لي، ارجو اني ما اكونش عطلتك النهارده. عن ايه؟ عن الكليه مثلا. لا ابدا، اليوم النهارده كان ضايع، كان ليا نصيب اني اشوفك. بجد بقى مفاجاه مدهشه جدا. ايه اخبارك ايه بقى؟ لا بقى، ده انا اللي كنت هسألك اخبارك انت ايه؟ لا، اتفضل حضرتك الاول. انا لا جديدة تحت الشمس، كل يوم زي اللي قبله، وحدة، فراغ، كلية، يعني. وحدة ايه يا ابني؟ الا وحدة دي؟ انت عايش لوحدك دلوقتي ولا ايه؟ انت مش برضو عايش مع الفاميليا؟ فاميليا؟ قصدك بيت الفاميليا؟ اها. لا انا دلوقتي عايش انا وابويا لوحدينا في البيت. انت وابوك؟ طب وامك؟ طلقوا. بقول لك ايه، تاكل؟ ايوه ده انا اللي كنت لسه هقول لك، النهارده بقى انت معزوم على حسابي. لا مش مهم حسابي ولا حسابك. لا، الشرط نور يا سيدي، الشرط نور. انا عازمك على حسابي النهارده، صحيح انت جدع وابن ناس اكابر، لكن احنا برضو عيال فل وحلوين قوي.
طيب اللي اجدع من التاني هو اللي يحاسب. قشطه. اللي اجدع من التاني حاسب؟ لا انت اجدع، حاسب انت بقى. اهلا يا بيه. ازيك يا عم سالم؟ اهلا يا شريف. اهلا يا بابا. تعرف لو صحيتني انا مره وانا نايم هتعرف شغلك مظبوط. انا اسف يا بابا. ده اللي انت فالح فيه، تعمل كل عمله وتفرس وبعدين تقول انا اسف يا بابا. فكرك انا نمت بعد ما مشيت حضرتك امبارح؟ الصداع فضل ماسكني، 10 فناجين قهوه عملهم لي سند، مفيش فايده. انا اسف يا بابا. تاني. يا بابا اعمل ايه؟ وانا المفروض لما اعوز حاجه مش بلجأ لحضرتك برضو؟ ما اعتقدش، يعني ايه؟ لان مش دايما بتلجأ لي. قصد حضرتك ان انا بلجأ لوالدتي. بس يا بابا انا ما بلجأش لماما في كل حاجه، لان انا طبعا عايش في بيت حضرتك من يوم ما انفصلتوا عن بعض، وكل واحد بقى ليه حياته الخاصه. طب خلاص بلاش بقى السيره دي، عشان انا ما عنديش استعداد اسمع الموضوع ده، وكمان عندي شغل في رجال اعمال ومستثمرين مرتبط معاهم وهتكلم في شغلي. ايه كنت عايز حاجه؟ لا يا بابا، مش عاوز حاجه. حضرتك الغدا؟ لا يا عم سند، متشكر، انا اتغديت بره. اهلا يا شريف. اهلا يا بابا. ايه محمود صاحبك ما جاش عشان تذاكروا مع بعض؟ زمانه جاي. واخبارك ايه؟ كويس. مش باين. انت زعلان مني؟ لا ابدا. امال مكلضم ليه؟ طبعا يا سيدي، قاعد في الفرندا لوحدك، سلطان زمانك، واخد احسن فرندا في البيت كله. الله، انت بتتكلمش ليه؟ ما بتردش عليا ليه؟ ما انا بسمع حضرتك يا بابا. ما بتردش عليا ليه وتقول نكت من نكتك البايخه اللي بتقولها زي عوايدك؟ انت زعلان مني يا زعلان مني علشان كلمتك وانا مشغول؟ انت اصلك عيل صغير. اصل يا شريف انا لما بكون مشغول ما بعرفش اتكلم في اي حاجه غير في شغلي. حضرتك يا بابا مشغول على طول. انا في دوامه يا ابني. انت اصلك يا ابني ما تعرفش الدوامه اللي بيدور فيها صاحب المال، فلوس وحسابات واشكالات واتفاقات. الواحد لازم يكون صاحي عشان ما يتاكلش. اتفضل يا سيدي. ايه رايك؟ كويسه. ده ما نزلش مصر قبل كده، ده هديه من مستثمر اجنبي بيشتغل معايا في مشاريع. هديه كويسه، مبروك عليك يا بابا. مبروك عليا ايه؟ واحده لك وواحده ليا. تروح دلوقتي فورا لميتشو تقول له فصلهم لي، ها، وتوبخه على البدل اللي عنده. شكرا يا سند. العفو يا بيه. ايوه كده، انا عايزك تهتم دايما بالعصير عشان تروق دم شريف كده وتروق اعصابه. ربنا يخليكم لبعض يا يا بيه. سيدي اصل كل ما بكلمه بيزعل مني الايام دي. ربنا يخليكم لبعض يا بيه. اتفضل اشرب يا سيدي. بابا
نعم. عايز فلوس؟ تعال معايا وانا اجيب لك. لا يا بابا انا مش عاوز فلوس. امال عايز ايه؟ عايز تتجوز؟ قول لي بنت مين يا واد؟ اوعى تكون عايز تتجوز البنت الهولنديه اللي انت قابلتها في السفر دي. الجماعه دول ما ينفعوش في الجواز. ولا يا سيدي اذا كنت مصمم عليها اجوزها لك. لا يا بابا انا مش هتجوز الا لما اتخرج. امال عايز ايه؟ عاوز ماما. انت مش بتروح لها؟ لا يا بابا انا عاوزكم ترجعوا لبعض. انت جرالك حاجه؟ انا قلت الكلام ده خلاص انتهى، الموضوع ده انتهى خلاص. انت ليه مش عايز تفهم؟ يا بابا انا محتاج لكم. انا قصرت معاك في حاجه؟ انت طلبت حاجه ما لقيتهاش؟ انتوا الاتنين يا بابا. انت ليه مش عايز تفهم؟ انت اصلك زيها بالظبط. مادام تصمم على حاجه ما تقتنعش باي كلام، ولازم تنرفزني بيها. لازم اروح شغلي وانا متنرفز. انا اسف يا بابا. انت امرك عجيب يا اخي قوي. بتاخد الامور بسطحيه عجيبه. اتنين متجوزين واتطلقوا من بعض، ما بيعيشوش مع بعض، مش مرتاحين مع بعض. الله، امرك عجيب. لا مؤاخذة. يا عم سعد. خدمة تانية يا أستاذ شريف. ألف شكر. يلا أنت علشان تروح لولادك، الوقت اتأخر. تصبحوا على خير. أنت من أهل الخير. مع السلامة. لكن ما قلتليش يا شريف، كرم ده بيشتغل ايه؟ ما سألتوش، بس أكيد بيشتغل شغلانة كويسة أوي. إيه يا محمود اتأخرت ليه؟ ده أنا مستنيك من بدري. تشرب إيه؟ مش عاوز اشرب حاجه. إيه يا محمود؟ مالك؟ في إيه؟ متضايق شويه يا شريف. وأنا كمان في نفس الحالة. ماليش نفسي أذاكر الليلة دي. ولا انا. غريبة، أول مرة تحصل وتقول إنك مش عاوز تذاكر يا محمود. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ هقول لك طبعا على كل حاجه، بس انا ماليش مزاج حتى اتكلم. طب هقوم أجيب حاجة نشربها. الو. ايوه، انا تحت امرك. لا طبعا ممكن اجي لك دلوقتي. انا بس قلت الاول يعني اتصل بيك اشوف يمكن تكون مش موجود ولا مشغول ولا حاجه. يا راجل قلت لك شيل التكليف ده. ده انت تشرف في اي وقت البيت بيتك. محمود عندي اهو. لا والله قاعدين كده يعني ملناش مزاج شويه، مش عارفين نذاكر. بقول لك ايه، انت فاضي؟ طب عال، ما تيجي تقعد معانا شويه. مسافه السكه. طب ماشي يا كرم، في انتظارك. طب مع السلامه. والله يا ابن حلال كرم ده انه يتكلم اهو، يجي يفرفشنا شويه بدل ما فيش مذاكره الليله دي. ساعة لقلبك بقى بدل ما نطق نموت. لكن ما قلتليش يا شريف، انت ايه اللي مضايقك انت كمان؟ حياتي يا محمود، العيشة اللي أنا عايشها دي من غير أب ولا أم مع إنهم عايشين. طب خلفوني ليه؟ أنا مش عاوز منهم لا هدايا ولا فلوس ولا أي حاجة. أنا عاوزهم هم، عاوزهم يرجعوا لبعض. أنا حاسس إن أنا يتيم يا محمود. غريب، انت عندك كل حاجه بس ناقصك الحنان، وانا عندي الحنان بس ناقصني حاجات كتير.
بقول إيه يا جماعه، ما تيجوا ننزل شويه. ايه ننزل نروح فين؟ ننزل نروح اي حته يا اخي، نروح نشم شويه هوا. نشم هوا اكتر من كده؟ يا سلام، بقى معقول حد يسيب القعده الظريفه دي الفله الحلوه القشطه دي وينزل عم شريف؟ الفله الحلوه القشطه دي، انا بهج من الفله والحلوه والقشطه دي اللي انت بتقول عليها. انا شخصيا متهيألي لو كان عندي حته نظيفه زي دي فيها شويه خضره وشويه هوا زي دول لا يمكن انزل ابدا. ولا إيه يا عم محمود؟ فعلا. طبعا انتوا عندكم حق، اصلكم مش عايشين معايا هنا. بقول لكم ايه، انا هقترح عليكم اقتراح ظريف، ما تيجوا تبادلوني. قوي قوي اهو، ده اقتراح حلو. انا يا سيدي مستعد اجي اقعد في البيت ده، بلاش في البيت، في البلكونه دي بس، وانت روح بدالي في البنسيون يا سيدي. ايه ده؟ انت ساكن في البنسيون يا كرم؟ هو الاستاذ مش معانا ولا ايه؟ ساكن ايه؟ ما هو لو كان على السكن كانت اتحلت، انما ده مش سكن، ده البنسيون ده انا يا دوب بنام فيه. طب ليه؟ ليه مش قاعد مع الاسره؟ أسرة؟ أصل أنا لا مؤاخذة يعني يا عم محمود، لسه ما كونتش أسرة، وبالتالي فأنا كل الناس هم أسرتي. مش كل الناس، لأ، ناس أصحابي بس هم اللي أسرتي. يا سلام، طب وماله يا سيدي، مش انا ومحمود اصحابك؟ خلاص اعتبرنا احنا اسرتك، اعتبرني زي والدك ومحمود زي والدتك. عم سند، عم سند، نعم يا بيه. بابا فين؟ في اوضته. نام؟ ايوه، اصله كان تعبان قوي، اول ما وصل دخل نام. ما سألش عليا؟ لا ايوه اصله كان مجهد قوي. مجهد؟ ايوه. وانا كمان مجهد. الظاهر كلنا مجهدين يا عم سند. روح روح لولادك، انت كمان باين عليك مجهد. تصبحي على خير يا ماما. استاذ شريف، ايوه يا عم سند. اقدر اتكلم معاك ولا مشغول؟ ها، في ايه؟ اصل زهران بيه قبل ما ينزل بلغك رساله. يا سلام، رسالة يعني؟ خلاص ما عندوش وقت يتكلم معايا؟ رسالة ايه يا سيدي؟ بيقول لك ما فصلتش البدله ليه؟ بدلة؟ بدلة ايه؟ حته القماشه اللي سايبها لك. قول له مش عاوزها. ليه بس؟ قول له مش هيفصلها. انت لسه زعلان من بابا؟ وبعدين معاك يا عم سند، قلت لك قول له مش عاوز قماش، مش عاوز اي حاجة. ايوه بس لكن حضرتك. وبعدين معاك يا عم سند، اسمع، انا بعد كده مش عاوزك تبلغني اي رسائل، مفهوم؟ حاضر. الو. ايوه، تليفون عشانك يا استاذ شريف. من مين؟ من شريف هاني. ماما؟ قول لها مش موجود.
الو، انا اسف يا ستان، الاستاذ شريف مش موجود. اهلا ابو حنفي. اهلا شريف. اتفضل. ايه يا ابني ما جيتش ليه الكليه النهارده؟ ابدا، كان عندي شويه مشاوير كده. مشاوير ايه بس؟ ده انا قلقت عليك. كنت ناوي اجي لك البيت بصراحه، بس خفت، قلت يمكن مزوغ من غير حد ما يعرف، او معاه ميعاد مع الجو. يلا نذاكر. يلا نذاكر على طول كده؟ طب ناخد الاول كوبايتين شاي، ولا اقول لك انا هقول لعم سند يعمل لنا 2 اكسبريسو يعدلوا مزاجنا ويدونا طاقه. احنا هنحارب؟ طاقه ايه؟ انت بتتلكك؟ بصراحه يعني مش عايز تذاكر؟ لا يعني انا بقول نسخن شويه عشان نخش جامد بقى على المذاكره، ولا اقول لك ما تيجي ننزل شويه نشم شويه هوا ونجدد نشاطنا كده ونرجع بقى نذاكر جامد قوي بقى على المذاكره جامد يعني. لا يا شريف، معلش عشان ما نضيعش وقت. لسه بدري على الوقت يا حبيبي. وقت ايه؟ فكرتني ببابا، ما عندوش وقت حتى يكلمني. طب اسمع بقى، انا عندي فكره هايله جدا، ما تيجي نتصل بالواد كرم، ما هو اداني نمره البنسيون. وايه المناسبه؟ يعني نقعد ندردش معاه شويه، ده واد ظريف جدا، واد ابن بلد وهيعجبك قوي. انا هطلبه. يا عم سند، عم سند. نعم يا استاذ شريف. بقول لك ايه يا عم سند، اعمل لنا بقى 2 اكسبريسو من ايدك الحلوه دي. من عينيا. يلا. مشغول. مش موجود. اكيد بيتصرمح هنا ولا هنا. واد شقي من يوم وظريف قوي وابن بلد صحيح. كمان شويه نبقى نطلبه. بقول لك ايه يا شريف، ايه يا حكيم؟ خير؟ كرم ده مش لوننا يا شريف. يعني ايه؟ مش فاهم. انا اسف طبعا ان انا بتكلم عن واحد مش موجود، بس كرم ده وظروفه غيرك انت وظروفك. يا محمود يعني انت شايفني معاه ليل ونهار؟ مش قصدي طبعا، بس انا شايف يعني انك انت مهتم بمصاحبته والمشي معاه. انا مش ضد انك تعرف اي حد، بالعكس، بس كل شيء له حدود. صحيح انا وضعي وظروفي يختلف عن وضعك وظروفك، انا ابن رود الفرج وانت ابن الزمالك، لكن على الاقل احنا زملاء في كليه واحده، بتربطنا نظره واحده للمستقبل تقريبا. لكن كرم ده غيرنا يا شريف. يا محمود، كرم ده بيخرجني من الملل اللي انا فيه، بحس فيه لون مختلف، جريء وذكي، وفوق كده بقى ابن بلد، وانا بصراحه بستظرف قوي قعده ولاد البلد. ها ايه رايك بقى؟ انا هقوم اتصل بيه، زمان ورجع، ونسهر كلنا سوا. شريف، ايوه محمود. بصراحه يا شريف انا شايف ان احنا بنعطل بعض مش بنذاكر مع بعض. يعني ايه؟ يعني كل واحد فينا لازم يذاكر لوحده. استنى يا محمود، انت ليه بتقول كده؟ ليه تسيبني في الظروف اللي انا فيها دي؟ انت عارف كويس ان انا ما بقدرش اذاكر غير معاك. شريف احنا اصحاب ولازم نخاف على بعض. انا بصراحه حاسس ان احنا ابتدينا نبعد. نبعد عن ايه؟ عن المستقبل يا شريف. لازم نذاكر يا شريف، لازم. خلاص يا محمود، يلا يا سيدي نذاكر، وبلاش اتصل بكرم النهارده. حد سأل عليا يا عم سند؟ ماما سألت عليك. قالت ايه؟ دي زعلانه منك قوي، نفسها تشوفك او تسمع صوتك. متشكر يا عم سند. احضر لك الغدا؟ لا متشكر، انا اتغديت بره. لحد امتى يا استاذ شريف؟ لحد امتى هتفضل تتغدى بره البيت؟ لحد ما عم سند انا عاوز اشرب شاي من ايديك الحلوه دي. حاضر.
الو ماما، انا كويس يا ماما. زعلانه مني؟ معلش يا ماما، ما تزعليش مني. لا انا هجيلك حالا. شريف ابني حبيبي يا حبيبي، تعال يا شريف، تعال يا حبيبي، اتفضل اقعد يا حبيبي. خد كمان. كفايه يا ماما، خد تاني، دي الشوكولاتة اللي انت بتحبها. كنت بحبها. خد كمان، كل يا شريف. ماما انت لسه بتعامليني على اني طفل صغير. طول عمرك هتفضل شريف الصغير الأمور اللي ماما بتحبه. انا كبرت يا ماما. هتكبر على ماما، كل يا شريف. يا ماما انا كبرت، ما بقتش شريف الصغير اللي بيحب الشوكولاته. خلاص انا كبرت يا ماما. انت دماغك بقت ناشفة قوي. مش بقولك كبرت يا ماما؟ يعني مصمم انك كبرت علشان كده ما بقتش تسأل على ماما؟ مليت يا ماما. مليت؟ انت بتقول ايه يا شريف؟ مليت من ماما؟ مليت من عذاب كل يوم. اصعب حاجه ان الواحد يفضل مشتاق ويقضي طول عمره وهو مشتاق من غير امل. انا مشتاق لك انت وبابا، وانتوا مش معايا. مادام مش مع بعض تبقوا مش معايا. يبقى ايه فايده سؤالي؟ ايه فايده مجيي هنا؟ عرفتي ليه مليت يا ماما؟ طب يلا نخرج، تعال نروح النادي ولا اي حته، انا كمان زهقانه وعايزه اتكلم معاك. ما تلومنيش انا لوحدي يا شريف، مش انا لوحدي مسؤوله عن اللي حصل. بابا كمان بيقول كده واديني اقتنعت. انتوا الاتنين مسؤولين عن البيت اللي اتخرب، البيت اللي اتحول لخرابه وسبتوني فيه. زي اي طفل لقيط بيلاقوه قدام الجامع او بيلاقوه جوه خرابه مهدوده. التفاهم كان منعدم بينا وعمره ما حاول يسمعني. وانت يا ماما كنت بتسمعيه؟ قصدك ايه يا شريف؟ انا اللي بسألك يا ماما. واضح انك متحامل عليا. انت ليه عايز تحملني المسؤوليه وتلومني؟ ليه مش عايز تسمع كلامي وتصدقني؟ انا لا بلومك ولا بحملك المسؤوليه ولا بتحامل عليكي. انا بس جيت علشان كنت زعلانه وعاوزه تشوفيني، واديكي شفتيني. شريف رايح فين؟ هروح. تروح؟ طب تعالى نروح البيت. بيت؟ انهي بيت؟ بيتي. هو بيتي مش بيتك يا شريف؟ لا، لا. لا في بيتك ولا في بيت بابا بحس ان انا في بيتي. انا حاسس ان انا ضيف لسه بيدور على بيت.
ازيك يا عم سند؟ الله يسلمك. اهلا يا بابا. اهلا بيك يا ابني. اخبارك ايه؟ كويس. مالك؟ مفيش. مفيش؟ انت رحت لها؟ رحت لمين؟ مامتك شريفه هانم. ايوه رحت لها. امال مالك مكشر كده ليه؟ طبعا قالت لك كلام كتير. قالت لك انها مظلومه. صورتني في صورة الظالم اللي غاوي فرقة وانفصال. لا ما حصلش. وانت ايه رأيك؟ في ايه؟ مين فينا الظالم ومين المظلوم؟ ما تهربش يا ابني من سؤالي. مين فينا الظالم ومين المظلوم؟ انا. انت ايه؟ انا المظلوم. شريف يا ابني، انا مش عايز احمل همك. انا ربيتك على انك تكون راجل وتعتمد على نفسك وتواجه الامر الواقع. الامر الواقع اننا منفصلين، ما قدرناش نستمر. عليك انك تواجه ده وتقبله كامر واقع، وما احبش ابدا انك تحس انك مظلوم. تفتكر لو رجعنا لبعض هيبقى ده الحل؟ لو رجعنا لبعض البيت ده هينقلب جحيم زي ما كان. للدرجه دي يا بابا ما كانش في بينكم اي وفاق؟ نسيت اللي حصل؟ نسيت الخلافات اللي كانت بينا؟ أنا مش عايز أجرح فيها. شريفة بالنسبة لك أم، وبالنسبة لي أم ابني، وصعب إن أي واحد فينا يتكلم عن التاني. أمك شخصية استبدادية، شخصية متسلطة، اتربت في بيت الكل كان بيدللها لحد ما اتجوزت. حاولت تمارس أسلوبها ده معايا، أقبل تسلطها وتدخلها في شؤوني وأسمع كلامها ولا لأ؟ ما قبلتش. اختلفنا كتير، كل مرة كانت تروح بيت أهلها، وفي كل مرة كنت أروح أجيبها، لحد مرة خرجت ما رجعتش. لأني ما روحتش، وصلت للقرار اللي كنت برفضه وأجله كل مرة. أي راجل فينا عايز ست تقف جنبه، تشجعه، تزقه لقدام، مش ترجعه لورا. وأنا ما أحبش أبدا أرجع لورا. ما رحت لهاش، وهي صممت وقابلت العناد بعناد، وكانت النتيجة الانفصال. تقدر تقول لي بقى مين الظالم ومين المظلوم؟ أنا ولا أنت ولا هي ولا الظروف ولا مين بالتحديد؟ أهلا يا ابني. اهلا اهلا يا عم. ازيك؟ الله يخليك. اتفضل. شريف سبك وزوغ ولا ايه؟ لا ابدا، ما هو كان سايب لي خبر مع عم سند ان هو جاي على طول. اصل ده ما يحبش يقعد في البيت ابدا، خروج وجري ومواعيد. انت بس اللي تقعده في البيت. لو كانت العربيه دي بتاعته بتتكلم كانت قالت جاي الحقوني من الجرع ده. هو قلبه طيب وظريف، بس ساعات يزرجن كده وبعدين يروق. بس على فكره هو بيحب حضرتك قوي يا عم. ما هي المصيبه ان انا بحبه وباخده على قد عقله. تصور وهو صغير ما كانش يحلاله القعده اللي على كتافي. كان عندي عربيه كابورليه مكشوفه،
كنا لما نخرج انا هو ومامته ونحب نشتري حاجه يصمم برضه يركب على كتافي. الله، تصور انت بقى منظرنا واحنا واقفين قدام دكان عايزين ننزل، مفيش فايده، اقفل العربيه وهو راكب كده على كتافي برضه. يا ابني انزل يهديك يرضيك، مفيش فايده، كانه راكب عودك. جبنا سيره القط جاي ينط. ازيك يا محمود؟ اهلا يا شريف. ازيك يا بابا؟ اهلا يا ابني. ايه انت سايب صاحبك ومزوغ ولا ايه؟ طب المحاضرات وبنقول بتزوغ منها، صاحبك هتزوغ منه راخر؟ انا اسف يا محمود، اتاخرت عليك شويه. لا ابدا، ما حصلش حاجه. طبعا اذنكم واسيبكم انتوا تذاكروا مع بعض وتشوفوا مصلحتكم. محمود اوعى يسهيك ويزوغ، ها؟ مش عايز حاجه يا شريف؟ اوعى تقول لي انا عايز كاوتش للعربيه. لا يا بابا مش عاوز حاجه، متشكر. تعرف ان باباك ده دمه خفيف قوي؟ انت كان عندك ميعاد النهارده ولا ايه؟ لا ابدا، انا كنت عند ماما. ازاي؟ كويسه. اصل امبارح كنت سخيف معاها شويه، فرحت لها النهارده علشان اعتذر لها. الناس دول هيجننوني يا اخي. ليه؟ شوف انت بتقول على بابا دمه خفيف وظريف قد ايه، اهو انت ما قعدتش مع ماما. الاتنين اظرف من بعض. كل ما احاول اعرف مين فيهم الغلطان احتار بينهم اكتر. خلاص ما بقتش فاهم اي حاجه. برضه بلاش تظلمهم يا شريف، اكيد في ظروف. مفيش حاجه في الدنيا بتحصل من غير اسباب او ظروف. ظروف؟ اهي الكلمه دي بقى ما بقتش فاهم معناها خالص، حتى ما بقتش مقتنع بيها. مساء الخير يا برنس. اهلا يا بابا. اخبارك ايه؟ يعني كويس. يعني اقدر اتكلم معاك شويه ولا مخك مشغول؟ الصراحه كويسه. مخي هيكون مشغول في ايه يعني؟ بمكالمه تليفونيه كده ولا كده، ما انا عارفك بتموت في الرغي خصوصا بعد نص الليل. لا يا بابا مفيش حاجه، انا تحت امرك. يا سلام، ده ايه الهدوء اللي نزل عليك مره واحده ده؟ ايه ربنا يهدي. اقعد. خير يا بابا؟ طبعا خير. شريف يا ابني، انت بالنسبه لي مش ابن وبس، متهيألي ان في بينا صداقه وصراحه تختلف عن اي علاقه تقليديه بين اب وابن. ايوه. انت طبعا يهمك سعادتي وراحتي، وانا طبعا يهمني سعادتك وراحتك. حضرتك عاوز تقول حاجه يا بابا؟ يعجبني فيك ذكائك، ما بتحتاجش لوقت كتير ولا شر. بصراحه يا ابني انا حاسس بالوحده، والشغل والفلوس ما يملوش الفراغ اللي انا حاسس بيه. حضرتك تقصد انك ناوي؟ ايوه كده بالظبط. انا محتاج ست عشان اتجوزها. يبقى انا مش هقعد في البيت. ايه ده؟ وانا لسه اتكلمت؟ انت لسه عرفت حاجه يا ابني؟ المساله مش محتاجه اي شرح يا بابا. يا ابني افهمني، لازم تفهم وتسمع قبل عشان تاخد فكره عن الموضوع كله. بابا شريف، انا تعبت وعمري ما كليت ولا اشتكيت. كان كل هدفي اني احقق النجاح، والنجاح مش سهل. وكل ما الانسان ينجح كل ما بيلاقي صعوبات ويواجه صراعات، لازم يحافظ على نجاحه اللي حققه بهدفه وكفاحه. مش كل النجاح سهل، ساعات بيبقى فخ بنقع فيه واحنا بنفحت وبندور على الثروة اللي بتطلعنا لفوق. وعشان نطلع فوق لازم نفضل جوه الفخ، ولما بقينا جوه الفخ لازم ننط عشان ما ننزلش تحت، لأن اللي فوق لازم يفضل فوق، واللي لازم يفضل فوق لازم يفكر. مخه ده يبقى آلة، عداد شغال عمال على بطال. نفسي انام، نفسي اخد اجازة من القلق، نفسي اشوف وش حلو من غير زيف، ابتسامة من غير هدف.
نفسي احس بالحنان، نفسي الاقي الحنان واحس بالحب. ولقيته؟ انا فاهم اللي بيدور في مخك يا شريف. أنا متأكد يا بابا إنك فاهم إيه اللي بيدور في مخي. أنا فعلا بفكر في ماما. ما تخلينيش احس بالندم اني صارحتك. انا فتحت لك قلبي وعريت لك كل مشاعري، وتنازلت عن الدهاء والمكر اللي بتعامل بيهم في السوق. طب انا عايز اسالك سؤال. لو جبت لك بنت وقلت لك اتجوزها لمجرد انها عجباني، تتجوزها؟ جاوب. ترضى؟ لا. اديك جاوبت. اهي امك بقى هي البنت اللي عايزنا اتجوزها لانها عجباك. لا يا بابا، بس دي أمي. اوعى تفتكر ان انا بكرهها. والدتك ست عظيمه، لكن تجربتها معايا كانت فاشله. فاهم فاشله يعني ايه؟ ولا يمكن اننا نرجع لبعض. ايه يا ابني؟ انت كل ما تتناقر مع عزة هتقعد مهموم بالشكل ده؟ انا مش مهموم ولا حاجه. ازاي بقى؟ ده انت وشك مقلوب ومش عارف تتكلم كلمتين على بعض. محمود، انا مش عاوز الطلب يضحك عليكم. يضحكوا علينا؟ طبعا. مش كل ما بتتناقشوا وتناقروا مع بعض كل واحد فيكم بياخد جنب؟ محمود، في طلبة كتير في الكلية متفقين مع بعض، اللي في بينهم زمالة واللي في بينهم صداقة واللي في بينهم حب، لكن انت وعزة العلاقة بينكم مشدودة قوي اليومين دول. مش انا السبب يا شريف. عزه معرفش مالها اليومين دول، كل ما اتكلم معاها تقول انا تايهه، حاسه بالغربه، مش عايزه تخرج نفسها من الدايره السخيفه اللي حاطه نفسها جواها. بعدين كمان موضوع العريس الغني اللي اتقدم لها ده والضغط اللي عليها في البيت المستمر علشان توافق خلاها بقت عصبيه اكتر من اللازم. لحد امتى؟ يعني ايه؟ هتفضل تعذرها لحد امتى؟ مش فاهم يا شريف. يا محمود، في ناس بيغلطوا في حق غيرهم ويكرروا الغلط ده لان غيرهم بيعذرهم، بعد كده بيغلطوا تاني وتالت ورابع وخامس لانهم بيبقوا متاكدين ان غيرهم هيعذرهم. يعني عايز تقول ان عزه بتتعمد تعمل ده معايا؟ لا لا، انا مش قصدي كده، بس انا مش عاوزك تبقى ضعيف بالشكل ده. انا مش ضعيف يا شريف، انا بقف جنبها علشان اخرجها من اللي هي فيه. طب تقدر تقول لي انت بتتعامل انت وعزة على اي اساس؟ يعني ايه؟ يعني بتعاملها على اساس انها جارتك ولا زميلتك في الكلية ولا صديقتك، ولا بتعاملها على اساس انكم اتنين في بينكم حب وهدف واحد؟ يعني تقدر تقول كل دول مع بعض؟ لا، لازم تحدد. ازاي؟ يعني الجيرة والزمالة والصداقة غير الحب. ممكن الحب يبقى فيه كل ده، بس برضو أولا لازم تحدد. في حب؟ طبعا يا شريف، وده سؤال برضو. طب وعزة مالها؟ بتحبك حب حقيقي ولا لا؟ طبعا بتحبني. لا،
ما كانتش تقولك انها تايهه وحاسه بالغربه زي ما انت بتقول؟ يعني ايه؟ يعني يا محمود لازم تعرف منها هي عاوزه ايه بالتحديد. عزه هي الانسانه الوحيده اللي ممكن تقولك هي عاوزه ايه بالتحديد. محمود، ما دريتش يا محمود؟ ما دريتش بايه؟ بابا هيتجوز، هيبقى لي مرات اب يا محمود. ازيك يا عم سند؟ الله يسلمك يا بيه. الو. نعم. يا صباح الخير. ازيك يا حبيبتي؟ لا انا بفطر وهشرب الشاي. اصل كنت بحلق داني. شريف. ما انا قلت له. هقول لك لما اجي. بقول لك كنت بحلق داني. اصوري بحلقها كل يوم وكل يوم برضه تطلع لي. كده؟ طيب حاضر. مع السلامة. شريف، انت قاعد كده ليه؟ قوم البس بسرعة. ليه يا بابا انا مش خارج؟ لا هتخرج معايا. هنروح فين؟ هتتعرف بإنعام. انعام؟ من عم مين؟ أمك الجديدة يا حبيبي. خطيبتي اللي هتكون زي أمك بالظبط. امي؟ مش تقول لي مبروك؟ اخصى عليك. نفسي اسمعها منك يا ابني. مبروك يا بابا. الله يبارك فيك يا حبيبي. عقبالك. انا وريتها صورتك وقالت لي باين عليه شاب ظريف وشكله وسيم، بس باين عليه شقي. قلت لها هو امال لما تشوفيه بقى هتقولي ايه؟ يلا البس. الو. مساء الخير يا نعام. اهلا. لا كويس. لا انا جاهز. شريف؟ لا هجيبه معايا. اهو ده بقى شريف يا انعام. باين عليه كده هادي وظريف، بس هو بقى ايه؟ قرد مسلسل. عشان كده انا بحبه. وهو كمان بيحبك، مش كده يا شريف؟ طبعا. ده زهران ياما حكالي عنك، عن نوادرك وعن شقاوتك. اوه شقاوته، انا مش عارف بس طالع لمين. طالع لك طبعا. ليه انا؟ ده انا بالعكس، انا مش شقي، ده انا هادي وطيب جدا. ها ايه رايك في شريف؟ هايل. وانت ايه رايك في انعام؟ هايل. شفت بقى ردوده كلها كده تلغرافيه، ما قل ودل. انا متشكره قوي يا شريف. ما عندكش فكره يا زهران انا ارتحت له قوي قد ايه. لا لا ولسه هترتاحي له اكتر واكتر، رغم شقاوته بقى اول ما اتكلم معاه بنسى كل حاجه. ده متخصص في حوادث العربيات. ياه. عارفه متخصص في حوادث ايه؟ حوادث الحمير وعربيات الحنطور وكله على دماغ ابوه. ما تدافع عن نفسك يا اخي، قول حاجه. يمكن القعده مش عاجباه. هو كده هادي وخجول، مع انه عنده جوابات قد كده. غراميه؟ اوه شيء احمر وشيء اصفر وشيء اخضر، مكتوبه من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. انا قعدت مره ساعه اقرا فيهم، عرقت ودخت. خباهم مني وقفل عليهم، بس انا هعرف في يوم من الايام اخد المفتاح والاقيهم. ها؟ غصب عني. اما يكون في عريس جاهز ومستعد لكل حاجه وانا مش مستعد لاي حاجه، يبقى اخاف واقلق ولا لا؟ لما
تلاقي ابوك هيتجوز ويقطع اخر خيط بيربطه بامك، تخاف وتقلق ولا لا؟ لما تحس انك عايش يتيم الاب والام وهم موجودين، تحس بعدم الامان والاطمئنان ولا لا؟ هي مامتك تعرف؟ هما اكيد حاسه وعارفه، وبابا كمان حاسس وعارف، حاسين ان انا بنتحل لهم الاعذار علشان ما اظلمهمش، بس انا مش قادر اتخلص من حاجات كتير جوايا. قصدي مامتك تعرف ان باباك يعني. قصدك موضوع جوازه؟ ما اظنش انها تعرف، بس لازم تعرف. الو. ايوه ماما، اهلا بيك. انا كنت لسه هتصل بيكي حالا. كويس انك اتكلمتي. انا عاوز اتكلم معاكي يا ماما. لا، في حاجات مهمه لازم اتكلم معاكي فيها. لا، انا هجيلك دلوقتي البيت، مش هروح الكليه. ارجوك يا ماما فضلي نفسك علشان تسمعيني. اهلا يا شريف، وحشني يا حبيبي. وانت كمان وحشاني يا ماما. عامل ايه؟ مبسوط ولا لا؟ قوي. صحيح؟ الحمد لله. ما تتصورش انا بقلق عليك قد ايه. انا بقى محضره لك حته مفاجاه. مفاجاه؟ مش عارفه بقى ذوقي هيعجبك ولا لا. انا طول عمري بنقلك على ذوقي، انما دلوقتي انت كبرت واتغيرت وبقيت لمض قوي. مش عارفه بقى ذوقي هيعجبك ولا لا. ماما، انا مش عاوز هدايا. مش عايز هدايا شريف؟ ارجوك يا ماما، انا جاي وعارف انك هتديني هديه وفلوس كمان، تمام زي ما بابا بيعمل، لكن انا مش عاوز اي حاجه من الحاجات دي. شريف، ايه اللي غيرك بالشكل ده يا حبيبي؟ ماما ارجوك تسمعيني. طول عمركم بتحضروا لي مفاجآت مفاجآت مفاجآت، لكن انا النهارده اللي محضر لك مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ بابا هيتجوز يا ماما. أنا آسف يا ماما. أنا عارف إنها مفاجأة سخيفة، لكن كان لازم أقولك. لا، مش مفاجاه ولا حاجه. ده شيء انا كنت متوقعاه، بس ما كنتش متوقعه ان هيتم بالسرعه دي. انا عارفه انه كان هيتجوز. عارفة؟ اخباره بتجيني باستمرار. الحاجات دي ما تستخباش. طب أنت هتعملي إيه؟ انا كمان هتجوز. تتجوزي؟ ايوه. انا كنت عايزه اقول لك من مده، بس كنت متردده، ما كنتش عارفه اكلمك ازاي. انما دلوقتي لازم اقول لك. اللي متقدم لي لسه مستني رايي. أنت كمان يا ماما هتتجوزي؟ زي ما هو بيفكر في نفسه، انا كمان لازم ابص لروحي عشان يعرف اني مش محطه قاعده مستنيه لحد ما يفكر يجيني. هو حر، لكن انا كمان حره. انا خلاص نسيته، ما عدتش افكر فيه تاني. عن إذنك. شريف، رايح فين؟ أرجوكي.
مش بقولك انا عندي عمى الوان. اشوف الاصفر اسود والاحمر بنفسجي. قلت لك 100,000 مره انا ما بفهمش في الالوان. ذوق الستات في الحاجات دي دايما بيبقى هو الاساس. طبعا. ازيك لا. يا عم سند؟ الله يسلمك. وشريف كمان يا ست جه اهو. شريف. طيب انعام بتسلم عليك وعايز اكلمك. سلم لي عليها يا بابا، اصل انا مستعجل جاي اخد حاجه ونازل على طول. ناس اصحابي مستنيني. عن اذنك. مش بقول لك واد مجنون؟ كل حياته جري في جري. مستعجل يا ستي، وراه مواعيد مع اصحابه. انا هكلمك اول ما ارجع. مع السلامه. استنى يا شريف. ايه قلة الذوق بتاعتك دي؟ بقى خطيبة ابوك تبقى معايا على التليفون وعايز اكلمك، تكبسني وتكبسها وتقول انا ورايا ميعاد. وراك ايه يا اخوي؟ البنات مش هتطير. خد هدية انعام لك. مش عاوز هدايا من حد يا بابا، مش عاوز هدايا. امال عايز ايه؟ انت عارف كويس يا بابا انا عاوز ايه علشان ارتاح. شيل اللي في مخك ده، اللي انكسر مش ممكن يتصلح، ودي هدية الفرح ومش ممكن ترجع. شريف، ولد يا شريف. الو، اهلا. من فضلك شريف موجود؟ لا، ده لسه خارج حالا. ايوه جه ونزل على طول. تحبي ابلغه حاجه؟ متشكرة، هبقى أكلمه بعدين. مع السلامه. منور يا شريف. متشكر يا محمود. مش كان واجب يا ابني انك تدينا خبر؟ على الاقل كنا رشينا عربيتين رمل كده احتفالا بيك. مالك يا شريف؟ انت مش خارج؟ نخرج نروح فين بقى؟ ما دام انت جيت نقعد نذاكر هنا وخلاص. طب ما تيجي نخرج شويه. نروح فين يعني؟ انا بقول نشرب كوبايتين الشاي ونخرج نروح نقعد عند كرم شويه، ايه رايك؟ لا معلش، عارفين يا شريف، احنا بقالنا مده ما ذاكرناش كويس، وبعدين انت عارف الامتحانات قربت. امتحان ايه بس يا محمود؟ لسه بدري على الامتحان. تعال نخرج شويه، الواحد يفك عن نفسه، الواحد زهقان. مين؟ انا شريف يا كرم.
يا شريف. ازيك يا راجل؟ مساء الخير اتفضل يا كرم. يا مرحبا، اتفضل. يا سلام، ايه المفاجأة العظيمة دي؟ والله انت ابن حلال مصفي، انا كنت لسه بفكر فيك. كان نفسي افوت عليك بس خفت بقى لازعجك ولا اعطلك عن المذاكرة. مذاكرة ايه يا عم كرم؟ وانا مكنة؟ مكنة ايه؟ لا طبعا انت مش مكنة. اتفضل. امال فين محمود؟ محمود بيذاكر يا سيدي، اصله عاوز يطلع معيد. اما انا بقى عاوز انجح وبس. النهارده بالذات بقى لقيت نفسي زهقان مش عارف اعمل ايه. قلت اجيلك اقعد معاك شويه. اهلا اهلا اهلا، نورت يا راجل. اهو كده انت برضو لما تجيلي برجليك احسن ما انا اللي اطب عليك. قول لي تحب تشرب ايه؟ اشرب ايه يا كرم؟ انت مش خارج؟ خارج. احنا لسه قعدنا يا راجل، يعني انا بقول نشرب حاجه الاول وبعدين نتفاهم. تفهم؟ تفهم على ايه؟ ما تيجي نخرج نقعد في حته سوا ونتكلم براحتنا. ايه في ايه يا كرم؟ انت مش فاضي؟ يعني بصراحه ربنا ومن غير ما تزعل مني يا اصاله، يعني اصل انا ورايا مشوار مهم قوي قوي ولازم اروحه. طب ما عطلكش بقى يا كرم. انا اسف يا شريف، انت اخويا وحبيبي يعني وكان نفسي اقعد معاك بس تتعود ما تشرب حاجه. لا معلش. اشرب حاجه. معلش عشان ما عطلكش. ده كلام. معلش. ده احنا السلام بناكل عليكم. بناكل واخر حلاوه. الف سلامه. الله يسلمك. الف سلامه يا شاري. هانت هانت ياما، العملية هتتعمل وعينيك هتخف، وساعتها هتوب وارجع لك، وهرجع لزينب كمان، وهبقى انسان جديد. ايوه مين؟ اهلا يا شريف. اهلا. صباح الخير يا صباح كرم. الفل. اتفضل يا مرحبا. ايه انت ما رحتش كليه النهارده ولا ايه؟ لا يا سيدي ما روحتش. اصل النهارده عندي محاضره واحده يعني ما تستاهلش المشوار. احسن. بقول لك ايه، النهارده هتقضيه كله معايا، نتغدى سوا وانا تحت امرك طول اليوم. ماشي. انا ليا بس طلب صغير عنك. ها. الجورنال ده فيه شويه حاجات مهمه. عايزك تقعد تراقبها لي كويس، صفحه الوفيات والاعلانات المبوابه. خد لي بالك منها وشوف ايه العمليه. ليه يا كرم؟ نفسي في ساعه نوم طول الليل، اخوك سهران. كان ورايا شويه اشغال يعني، تعبان تعب ما حصلش. استريح اخويا، ساعه بس وصحيني. ها حبيبي انت. وابقى اطلب شاي، قول لهم يجيبوا لك شاي. ماشي. الو شريف. اهلا يا رحمه، ازيك؟ نعم. اصل شريف قال له انه كان هيكلمني. كويس، وانا كمان كويسه. انا صوتي متغير؟ لا ابدا مفيش حاجه، انا صوتي عادي اهو. لا معلش، اصلي تعبانه شويه. لا مش تعبانه، قصدي مش عايزه اخرج. لا يا رحمي مفيش اي حاجه. متشكره يا رحمي، هكلمك بعدين. متشكره يا رحمي، ان شاء الله. مع السلامه.
طب ليه ما قلتليش؟ ما هو انا مش ذكي قوي للدرجه دي. انا صحيح بقرا افكارك، بس ساعات بحس ان انا ما بعرفش اقرا. إيه؟ على كل حال انا عندي كذا فكره، وعليكي انك تختاري. ما هو انت من هنا ورايح هتبقي المستشار الخاص، مش مستشار بس، لا، مفكر ومنفذ كمان. لا، انا قدامي حوالي ربع ساعه. وانتي؟ طيب شريف؟ لا مش هنا، ده دايما طاير. مادام معاه العربيه وموافقاه ما تلاقيهوش. ايه؟ لا، ده انا اللي طالع له. اتفضل يا كرم باشا. بعديك يا سعاده الله. لا يمكن يا باشا، احنا اتعودنا كده. انت اولا يا باشا، لا يمكن. اتفضل. شكرا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، زي بيتك بالظبط يا باشا. يا سلام، يا مرحبا. بسم الله ما شاء الله. لا اله الا الله. القصر بتاع سعادتك يا باشا حاجه تجنن. ده بس من ذوقك يا باشا والله. مدوين لطاف. الله يخليك. الشمعة منورة وأنا أحب الشمع. شوف الهيفاء الرائعة العظمة اللي جاية دي. الله، اما هيفا هيافا. بقول لسعادتك يا باشا، ايوه، أنا عايزك تدقق وتبص كويس وتديني تقرير شافي مانع جامع عن مستوى الجمال اللي أنت شفته باعتبارك خبير في الحسن والجمال زي حضرتي. لا حلوه. حلوه حلوه فعلا يعني. حلوه حلوه حقيقي يعني. مساء الخير. مساء الخير. تحت امركم. تحت أمرنا، بالعكس ده احنا اللي تحت أمر سعادتك. طلباتكم ايه؟ الحقيقة يعني أنا بعد إذنك يعني كنت عايز أطلب أسمهان. اسمهان؟ المرحومة أسمهان أخت المرحوم فريد الأطرش، عشان برضو يعني تقول لنا شوية في ليالي الأنس. في فيينا؟ لا في فيينا، احنا مالنا بفيينا، أنا قصدي ليالي الأنس هنا عندكم. هنا بقى مع الماء والخضره والوجه الحسن. متشكرين قوي قوي. اي خدمه يا فندم. الله يخليك، راجل طيب. اي اوامر؟ بصراحة بقى انتوا عالم آخر كرم. وبالمناسبة أنا اسمي كرم، وده الأستاذ شريف. عاشت الاسامي. الله يخليكي ويبارك فيكي. اي خدمه؟ بصراحه بقى كروم، هنا بقى احسن ناس يعملوا المزاليكا. مزاليكا؟ انت هتقول لي هي مزاليكا وبس؟ دول احسن ناس يقدموا اورديفر في البلد بحالها. بس بقى بيني وبينك يعني الاكل ناقصه حاجه واحده بس. ايه يا فندم؟ ان حضرتك تشرفينا وتتفضلي تقعدي تاكلي معانا. بصراحه بقى علشان تفتحي نفسنا على الاكل. بالهنا والشفا. الله يخليكي ويبارك فيكي. ممكن اطلب من حضرتك طلب صغير؟ ايوه يا فندم.
اصل انا كان موصوف لي لا مؤاخذه يعني عشان اطول شويه شويه مياه غازيه. غازية. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، غازيه بالليمون، لا مؤاخذه مش غازيه من بتوع الواحده ونص دول. تحت أمر. تحت امرك. شفت الحلاوه؟ لا حلو. علم فل يا جدع. اهلا اهلا اهلا، منور يا شريف بيه. الله يخليك يا كرم باشا. تعرف انها لايقه علينا يا جدع ان احنا نبقى بهوات وبشوات. طبعا يا كرم باشا. تصور زمان كان في ناس تدفع فلوس علشان تاخد لقب زي بيه او باشا. كانوا عالم هايفين قوي يا اخي. واحد يدفع الشيء الفلاني عشان يقولوا له يا فلان بيه او يا علان باشا. ويا ويلك بقى يا اخويا لو ما تعرفش اللي قدامك ده اذا كان بيه ولا باشا وقلت له مثلا يا افندي او يا سي فلان. يوه يا خرابي، ده انت تتهزق تهزيق يا جدع. لا بجد بقى يا كرم كانوا عالم هايفين قوي قوي قوي. مسألة غريبة قوي. طب انا قدامك اهو، انا مستعد انا اللي اخد مش هدفع، اخد اي مبلغ من اي حد ويسميني اي لقب على كيفه. ازاي يعني؟ يعني حد يدفع لي قرشين كده مثلا ويسميني اي حاجه، ان شاء الله يقول لي يا شحات او يا صعلوك مثلا. صعلوك ايه؟ طب اسمع بقى يا كروم، انا مستعد اديك 10 جنيه واختار لك لقب بقى على مزاجي. الله. طب انت بس اللي يمنع على 10 جنيه وقول لي اي لقب انت عايزه، هتسميني ايه؟ طيب اسميك ايه يا كرم؟ اسميك ايه يا كرم؟ بس لقيتها. ايه 10 جنيه وتقول لي لقب ايه؟ يا قطران باشا. ماشي، مقبوله منك. لا 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 لا، ده كتير قوي علينا ده. الحقيقة بقى ده كرم فوق الوصف والله. انا تحت امركم. عارفه يا انسه دلال، ما دايم غير المعروف. بالظبط. وانت عارفة طبعا ان الناس لبعضيها. وبعدين من قدم شيء بيداه التقاه. ويا بختك يا فاعل الخير والثواب. ما عنديش فك. الله الله، تسلم ايديكي. ايه يا كروم؟ حلو قوي. الله. بيقولوا يا انسه ان العصير بيريح الاعصاب. فعلا. هو حضرتك دكتوره؟ تقريبا. طيب ده انا محتاج حضرتك لان انا لا مؤاخذه اسناني كلها بتوجعني. بس انا مش حكيمة اسنان. حكيم عيون حضرتك؟ لا، اعصاب. اعصاب. تقريبا. شوفوا كل الزباين اللي بيجوا هنا بيبقوا محتاجين لابتسامة لطيفة وجو ظريف، وعلينا طبعا اننا نوفر لهم الجو ده. الله الله، شفت الثقافه والادراك والوعي، حقيقي كلام كبير قوي 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 قوي. يعني حضرتك طبيبه نفسانيه ويا؟ تقريبا. الله، دي على كده بقى كانت بتعالجنا وعشان كده كانت بتبتسم لنا. هي بس الابتسامه دول مش بعيد انهم بيعاملونا كمجانين. ودلوقتي بقى هتدينا الحقنه؟ يا ريت حقنه وبس، ده اكيد هيلبسونا قميص الكتاب. انسه لو سمحتي، يا فندم. حضرتك عاوزه الصراحه؟ ايوه. بس انا مش عاوزها. بايخه من لا 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 انسه دلال، يا فندم. انا اسف جدا على الموقف التهريج اللي الزميل شريف عمله، وانا في موضوع عايز اكلمك فيه بمنتهى الجديه. لا 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 يا كرم ارجوك مش وقت. ارجوك سيبني اقول لها كل اللي عندي. يا كرم ارجع يا مجنون. يا سيدي بدل ما تعرف من بره تعرف مني انا وخلاص. بس مش وقته يا كرم. مش هقدر. مش يا جماعة هو الموضوع خطير للدرجة دي؟ بصراحه يا انسه دلال الموضوع خطير جدا، موضوع يتوقف عليه حياته. يبقى لازم اسمع. خلاص خلاص يا كرم، قول لها على السر الخطير. يا انسه دلال، يا انسه دلال، لازم تدركي وتبقي عارفه اللي انا هقوله لك. ايوه. ساعة ما بشوفك جنبي ما اقدرش اداري واخبي
ابكي من لواية قلبي وانسى العذاب. عذاب حبيبي صديقي دكتور بسرعه يا دكتور. نور عيوني ده بتجوفوني ده بتجوفوني. ما انتش عارف حاجه يا بلا. الو اهلا يا ماما. شريف، شريف انا عايزاك يا شريف. تعالى لي علشان انا عايزاك. افهمني يا شريف، انا عايزه اتكلم معاك كلام كتير. انا في دوامه من ساعه ما كنت عندي، مش قادره انسى الكلام الفظيع اللي قلتهولي. خلاص يا ماما انا سحبته، مش هتكلم كده تاني. انا خلاص مش عاوز اتكلم، زهقت من الكلام. لا يا شريف، لا يا حبيبي، ما تقولش كده. لازم تجيلي. خلاص اجيلك انا، بس مش معقول اجيلك البيت. نتقابل بره في اي حته. شريف ما بتتكلمش ليه؟ رد عليا. انا مش غلطانه لوحدي، ابوك هو كمان المسؤول، هو السبب. شريف 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 شريف. حاضر، عينيا الاتنين. مع السلامة يا روحي. شريف، تعال يا حبيبي، تعال جنبي هنا. أنا عايز أخد رأيك في كذا موضوع، ممكن ولا مخك مش معايا؟ تحت امرك يا بابا. أنت عارف إن أنا خلاص هتجوز. عارف. تحب نحدد ميعاد الفرح امتى؟ انا بقول نعمله الخميس الجاي وانعام موافقه، ايه رايك؟ انتوا يا بابا مش خلاص اتفقتوا؟ بس انعام بتقول يعني لو كان شريف عنده اي اقتراح مفيش مانع. لا. لا ايه؟ ما عنديش اي اقتراحات. انا بقول كده برضو عشان المسائل ما تطولش. الواحد بقى عايز يستقر ويرتاح. بس في موضوع تاني متردد اخد رايك فيه. موضوع ايه تاني يا بابا؟ الفرح. فرح؟ اهو ده الموضوع اللي عايز استقر له على راي. يعني ايه؟ يعني بيني وبينك كده حاجه محرجه. الواحد هيقعد في الكوشه كده ويعمل عريس تاني. ما انت هتبقى عريس يا بابا حتى لو ما قعدتش في الكوشه. بيني وبينك حاجه تكسف. بس ارجع بقى واقول لنفسي طب وانعام ذنبها ايه؟ ما هي رخرة لازم تفرح ويتعمل لها فرح كبير وجو ظريف. ولا ايه رايك؟ تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل الخير يا ابني. صباح الخير يا عم سلام. صباح الفل. وشريف صحي؟ لا لسه ما صحيش.
طب لو سمحت صحيه. حاضر، ولو انه كان سهران امبارح ونام متاخر. اتفضل اتفضل على ما اديله خبر. دقيقه واحده. اتفضل. استاذ شريف، استاذ شريف، ايه يا استاذ شريف؟ ايه في ايه يا عم سالم؟ الاستاذ محمود بره وعاوز حضرتك. محمود مين؟ صاحبك زميلك. اه طيب خليه يتفضل واعمل لنا 2 شاي. حاضر. اتفضل يا استاذ محمود. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا محمود، تعال اقعد. اولا انا اسف ان انا قلقتك من النوم. ثانيا انا كنت عايزك في موضوع. لا ولا يهمك. ايه خير؟ انت اللي غلطان. انا طبعا ما كانش لازم تحط نفسك في الموقف ده، تتحايل عليها علشان توافق. انا ما اتحايلتش عليها يا شريف، انا حاولت اقنعها. اتحايلت عليها علشان تقتنع وفي النهايه رفضت. كنت عايز نعمل ايه؟ ما كانش في حل قدامي غير كده. انت اصلك ما تعرفش البنات كويس. ازاي؟ البنت من دول يا حبيبي لما تلاقي الشاب بيترجاها وبيتحايل عليها حماسها بيقل واسلوبها بيتغير. طب كنت اعمل ايه يعني؟ انا لو مكانك ولقيت البنت اللي بحبها الحب ده كله هتضيع مني، اكسر الدنيا اهد العالم كله علشان اعمل اللي انا عاوزه. ظروفك غير ظروفي يا شريف. انت لو عملت اي حاجه هتلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك، لكن انا الظروف كلها ضدي. سند، كله تمام يا سند؟ تمام يا سعاده البيه. يعني اقدر اعتمد على الله عليك؟ اطمن يا بيه. اوعى عينك تروح كده ولا كده، خلي بالك قوي، خصوصا من الحاجات دي اللي زي الشربات والاكل لا يا سعاده البيه، رجاله حضرتك كتير وكلهم هيقفوا زي السبوعه. ايوه انا عايزهم سبوعه مش ارانب. اطمن يا بيه. وانت عارف بقى انا عريس، والعريس في ليله دخلته ما ياخدش باله من حاجه ولا بيعمل حاجه ابدا. حضرتك ما تشغلش نفسك بحاجه غير العروسه وبس. الو، يا صباح الفل، اهلا وسهلا. صباح الخير يا روحي. القلوب عند بعضها. ده انا جاهز من الصبح، هو انا نمت؟ حاضر حالا. الولاد عندي في المكتب شغالين في دعوات الفرح، مدتهم كشف بالاسماء. طب والشريف مال؟ مش هيعزم صحابه؟ الدعوات كتير، يعزم اللي هو عايزه. طب ومامته؟ نعم. هي مامته مش لازم تعرف ان احنا هنتجوز؟ تعرف ولا ما تعرفش دي حاجة مش مهمة. ايه اللي فكرك بالموضوع ده دلوقتي؟ شيء طبيعي يا زهران ان افتكرها في يوم زي ده، وافتكر هي كمان هتفتكرني. ايه المناسبة؟ مش انت هتتجوز يا زهران؟ وهي كمان هتتجوز. طب ايه المانع انك تخليني اعرفها؟ مش جايز نبقى اصدقاء؟ مش ممكن يا نعام. اللي بيني وبين شريفة انتهى من قبل ما اعرفها. شيء طبيعي، لان اللي بينك وبين شريفة هانم لو ما انتهاش من قبل ما اعرفك ما كانش ممكن اعرفك. انا عارف، وعشان كده حبيتك وهحبك على طول. وشريف؟ يا دي شريف، ماله شريف اخر؟ تفتكر هو كمان هيحبني؟ اللي زيك يا نعم تتحب على طول.
ايوه يا مدام، انا شريف زهران. استاذ كرم موجود؟ مش موجود؟ راح عند مامته؟ طب متشكر يا مدام. مالك يا استاذ شريف؟ ما تزعلش يا ابني، كل شيء اسمه ونصيب. عاوز ايه تاني يا عم سنة؟ عاوزني اروح ابارك للعروسة والعريس؟ جبران خاطر يا ابني. مش قادر، مش قادر يا عم سند. لازم القلوب تبقى صافية والحب يملى البيت يا ابني. كلامك مظبوط، بس انا مش قادر، مش قادر يا عم سند. اخذ الشيطان يا ابني وخلي الفرح يعدي على خير. فرح؟ فرح مين يا عم سند؟ فرح بابا والست انعام اللي عاوزني اقول لها يا ماما. علشان خاطر ابوك، علشان خاطري. عم سند، مفيش حد بيتولد من امين. برضه مش عايز تسمعني؟ عم سند، كلامك مظبوط بس انا مش قادر اهضمه. ازاي اضحك وانا ببكي؟ ازاي افرح وانا زعلان؟ روح انت يا عم سند، روح دلوقتي وانا هاجي وراك. روح. مساء الخير. مساء الخير. مستعجلة ليه؟ مستعجلة؟ صحيح، هتستنى لما اصحابك يجوا. تحت امرك. لا انا مش هستنى حد، انا جاي لوحدي. لوحدك؟ ايه غريبة؟ يعني في لحظات الانسان يحب يقعد فيها مع نفسه، وعلشان كده انا جيت. طيب وانت قاعد بقى مع نفسك تحب تاخد ايه؟ اي حاجة وبعدين نتكلم. تتكلم مع نفسك؟ معاكي. معايا انا؟ يضايقك؟ ابدا بالعكس، بس انا دلوقتي في الشغل. وماله؟ اتكلمي معايا وانت بتشتغلي، مشكلة دي؟ لا طبعا مش مشكلة. نورت بيتك يا نعم. ميرسي يا زهرة. أنعام، أنت حاسة بالسعادة اللي أنا حاسس بيها؟ سعادتي الحقيقية لما الحب يدخل البيت ده، ساعتها هبقى أسعد إنسانة في العالم.
يعني هتقدري؟ شريف عنيد. هقدر، وما قدرتش هحاول، بس مش هيأس. انا طول عمري حاسس ان انا عايش وحيد. عارفه زي ايه؟ زي ما تكوني قاعده في صحراء لوحدك، مش لاقي حد يكلمك ولا تكلميه، وبعدين تلاقي الدفء والحنان. تصوري قد ايه السعاده اللي بشعر بيها انا. وانا كمان يا زهران، طول عمري بزرع الحب في عيون اللي حواليا، بس ما يأستش، لأن يوم ما هيأس هحس إني فشلت، وأنا ما أحبش الفشل. عم سند، عم سند. صباح الخير. صباح النور يا عم سند. اعمل لي شاي لو سمحت. طيب هتفطر ايه؟ فطار عادي ولا شاي وكحك وبسكويت؟ لا يا عم سند، مش عاوز حاجة، عاوز شاي بس. عم سند. نعم. أنا عاوز أسألك سؤال. اتفضل. تفتكر سهل الواحد يطلق ويتجوز في وقت واحد؟ ازاي يعني؟ يعني لو أنت متجوز واحدة وعاشت معاك سنين طويلة، واختلفتوا وانفصلتوا، واتجوزت واحدة تانية، تفتكر مشاعرك هتكون صادقة معاها 100%، وتنسى الزوجة الأولى اللي عشت معاها سنين طويلة وليك منها أولاد؟ عن نفسي انا بصراحة لا. ازاي يا عم سند؟ بقى معقولة يا ابني؟ معقولة لو انا رحت عند ناس تانيين واشتغلت عندهم، معقولة انساكم؟ ده اللي انا بسأل عنه يا عم سند. يا ابني اللي بيقول كده يبقى بيضحك على روحه، لا يهمه اللي فات ولا اللي جاي. يعني ما يهموش الوفاء؟ انت عايز توصل لايه؟ يعني ما انتش عارف يا عم سند، عامل مش واخد بالك؟ انا بتكلم يا عم سند عن ناس انت تعرفهم كويس قوي، وناس عاشرتهم كويس قوي. بتكلم عن بابا زهران بيه وماما شريفة هاني، العريس اللي هنا والعروسة اللي هناك. روح يا عم سند اعمل لي الشاي. حاضر يا ابني. يا ترى شريف صحي؟ يا ستي يصحى ولا ما يصحاش، يصحى على مهله. مش احنا برضو المفروض نسأل عليه؟ نسأل عليه ليه؟ هو تايه؟ لما نسأل عليه مش هيحس انه وحيد، مش هيحس انه تايه. انا امبارح بصيت عليه واحنا في الفرح، يا دوبك بارك لنا وبعدين اختفى. ما تعرفش راح فين؟ كان زحمة بقى، ستات وبنات، وانت عارفاه يموت في الزحمة. انا على كل حال ما كنتش ببص لأي حد غيرك انت يا حبيبتي. ايوه يا مدام، انا شريف زهران. الاستاذ كرم موجود؟ طب لو سمحتي. الو، اهلا يا فندم. الله يبارك فيك. ايوه موجود، ثانيه واحده. زهران. ايوه. نافع بيه على التليفون. نافع بيه؟ اهلا نافع بيه. يا سيدي متشكر جدا، عقبال ولادك. لا مفيش خروج من البيت قبل اسبوع. طب يا سيدي عشان خاطرك 2 3 كمان. طب يا فندم متشكر، مع الف سلامه. قولي بقى يا زهران. نعم. نفسك تتغدى ايه النهارده؟ يا سلام،
انا كان نفسي اسمع السؤال ده من حد غير سلمى. من النهارده مفيش حد هيقوم بمسؤولياتك وطلباتك غيري انا. وانا دلوقتي هفوت على شريف واشوف هو كمان نفسه ياكل ايه. شوفي بقى يا ستي، انا نفسي بفتيك مشوي كويس. وبفتيك مشوي ولحمه محمره طيب. وانتركوت وشويه خضار سوتيه وسلطات، ويا ريت يكون بقى على السفره ايه، ديك رومي وربع خروف. بس لا لسه، ما اصلا انا نفسي مفتوحه ما دام قاعده معايا على السفره. طب والحلو؟ الحلو شوفي بقى يا ستي، حلو ما بلاش حلو، ما دام الحلو قاعد معايا على السفره. ازيك يا شريف؟ اهلا. انا اسفه قوي اذا كنت قطعت عليك حبل افكارك. لا ابدا. امال كنت قاعد لوحدك ليه؟ انا حر. طيب انا كنت جاي اسالك، تحب تتغدى ايه النهارده؟ اي حاجه. لا، انا وزهران اتفقنا لازم نسالك انت الاول. اي حاجه، ما تهتميش بالحكايه دي، لان انا معظم وقتي باكل بره. تاكل بره؟ ليه يا شريف؟ من غير ليه؟ انا حر اعمل اللي انا عاوزه. انتوا مش بتعملوا اللي انتوا عاوزينه من غير ما حد يقول لكم بم. خلاص انا كمان هعمل اللي انا عاوزه ومن غير ما حد يقول لي بم. مالك يا شريف؟ في ايه؟ ماليش يا مدام، ارجوك سيبيني في حالي عن اذنك. اهلا. اهلا. ها، عجبك الاكل؟ اصناف ممتازه، حلو من ايديك. لا، واضح النهارده ان المزاج عالي. اشمعنى النهارده؟ يعني عشان المره اللي فاتت ما كنتش مبسوط. مش عرفك. لا بقى، ده سر المهنه. يعني للدرجه دي تقدري تعرفي اللي جوه الواحد؟ طبعا. طيب تقدري بقى تقولي دلوقتي بالذات انا بفكر في ايه؟ كله الا كده. ليه؟ علشان مش معقول هفتش اسرارك واكشف اللي بتفكر فيه. طب وايه يعني، مش احنا اصحاب؟ طبعا. انسه دلال، نعم. انت بتخلصي شغلك امتى؟ ليه؟ اهو سؤال بايخ وهف على دماغي. بخلص في مواعيد العمل الرسمي. جميل. وبعد ما تخلصي في مواعيد العمل الرسميه بروح بيتنا. بقول ايه؟ هو الجو طقس ولا ايه؟ ايش عرفك؟ لا يعني بس بسأل. مش عارفه عايز تقول ايه. بيتهيألي الأكل عجب. الله، طب ما يعجب. واضح إنه مبسوط قوي. من ايه؟ من المحل. امشي كاك وجع في دماغك. اهدى بقى، يلا يلا قوم البس. البس ليه؟ عشان تيجي معانا. اجي معاكم فين؟ احنا رايحين فرح ابن واحد صاحب بابا. انا اسف يا مدام، مش هقدر لاني مستني محمود. ليه بس كده؟ دي كلها ساعة زمن، هنروح ونرجع على طول. ولا انت بقى اللي مش عايز تخرج معانا؟ ايوه يا مدام، مش عاوز اخرج معاكم. ليه يا شريف؟ عشان اسيبكم على راحتكم. راحتنا؟ احنا راحتنا انك تبقى معانا. انت ما عندكش فكرة زهران فرح قد ايه لما عرف انك جاي معانا. يلا يلا كلها ساعة وهنرجع على طول. انا اسف يا مدام، مش هقدر اخرج معاكم. لا، انت هتقدر. يلا خليك جدع امال. يا مدام انا جدع من غير ما اخرج معاكم. انت ليه بتقول كده يا شريف؟ معزومين في فرح ابن واحد صاحب بابا. ارجوك يا مدام، ارجوك سيبيني باللي انا فيه.
الو. ايوه ايوه يا كرم. لا انا مش هخرج النهارده، انا قاعد مستني محمود. محمود عندك؟ طيب هاته وتعالى، انا قاعد مستنيكم. ايه شريف لبس؟ لا هو مش هيخرج معانا ليه؟ ابدا، هو مستني محمود صاحبه وهيذاكروا مع بعض. يا سلام، ده ايه الاهتمام ده كله؟ ما طول عمره ما بيصدق يلاقي حاجه عشان يخرج بيها. انا مش عارف الواد ده ماله، بيتكسف يخرج معانا ولا ايه؟ انا ابتديت اقلق يا انعام. من ايه يا زهران؟ من احوال شريف، حالته مش طبيعيه. انا كمان ابتديت اقلق، مش على شريف بس، عليا انا كمان. ايه؟ في ايه؟ قالك ايه؟ هو لسه ما قاليش، لكن لما هتاكد اكيد هقولك. لما ايه يعني؟ لغز يعني؟ لا، اصدقائك مالهم؟ زمانهم مستنيينا في الفرح. يلا يلا قبل الفرح ما يخلص. ده اللي انا كنت متوقعه، كنت حاسس ان كل ده هيحصل. وليه ما قلتليش احاسيسك دي يا شريف؟ اقول لك ايه يا محمود؟ ما كنتش هتصدق اللي هقولهولك. انا حاسس ان عمري كله ضاع. عمرك؟ طب انت حبيبتك هي اللي سابتك، انا امي وابويا هم اللي سابوني. امي سابت ابويا واتخطبت لواحد ما اعرفوش، ومع ذلك لازم اقول له يا بابا. مش برضو اللي يتجوز امي اقول له يا بابا؟ وابويا ساب امي واتجوز واحده غريبه عني وما اعرفهاش، ونفسه اني اقول لها يا ماما. ابويا وامي هم اللي سابوني، مش اي حد تاني يا محمود. ليه كل ده بيحصل؟ ليه؟ انا نفسي اعرف انتوا ليه بتعذبوا نفسكم؟ ليه يعني غاويين تقلبوا المواجع؟ المواجع موجودة يا كرم من غير ما نقلبها أو نخلقها. طيب وافرض انت فكرك يعني انكم هتغيروا الكون وانتوا قاعدين حاطين ايديكم على خدكم بالشكل ده؟ هم شافوا مصلحتهم فين؟ يلا انتوا كمان شوفوا نفسكم. سنة قصدك نحاول ننسى كأن اللي حصل ده ما حصلش؟ طب ازاي؟ نستعبط، نضحك على نفسنا زي ما هم بيعملوا يا كرم. خلاص بلاش انفجروا بقى، ولا كل واحد فيكم يعتبر نفسه شهيد ويموت في قضية خسرانة. انت اصلك ما انتش حاسس باللي حصل يا كرم. مش حاسس؟ متهيألك. انت اصلك يا محمود بتشوفني من بره مجرد فاترينا بتضحك وتهزر، ما انتش عارف ايه اللي جوايا. مش جايز جوايا ضلمه خرابه؟ طب انتوا على الاقل كل واحد فيكم عاش في بيت، عرفتوا معنى الاب والام، دقتوا طعم الحب والحنان والدلع. انما انا لا، انا ما حسيتش بحاجه من دي خالص. ما دقتش طعم الحنان اللي بيحتاجه اي طفل او شاب. انا مثلا لما سقطت في المدرسه ما كانش ده عشان انا بني ادم خايب، لا. انا بعد ابويا ما مات على طول ما قدرتش اخش الامتحان خالص. كان لازم ابقى راجل واشتغل عشان اجيب القرش ونعيش انا وامي. نزلت في الشارع في الغابه، اشتغلت في ورش كتير. كنت كل ما اشتغل في ورشه صاحب الورشه يضربني اهرب منه واروح ورشه تانية. في مره كنت بشتغل صبي خراط في ورشه. الراجل الوسطى اللي بيعلمني
كان كل شويه يخبطني باللي في ايده. كان فاكر ان الضرب هيعلمني. في مره وهو بيضربني الضربه كانت جامده قوي، ما دريتش بنفسي، رحت ماسك اللي في ايدي وخبطه في دماغه، دماغه اتفتحت والدم خر منها. انا شفت الدم اترعبت، خفت، جريت، فضلت اجري واجري واجري، تعبان، فاهم ان الدنيا كلها بتجري ورايا وبجري. وصلت البيت عايز اترمي على اي قلب صدر حنين ياخدني. تعرف لقيت ايه في الاخر؟ لقيت امي واقفه مستنياني عايزه مني الاجره، اجره الجمعه. بس دلوقتي خلاص امي كبرت وعيت وبقت حنينه مش زي الاول. بتخاف عليا وانا عايش بعيد عنها في البنسيون، وانا نفسي اعمل لها العمليه قبل عينيها ما تروح. نفسي تفضل عايشه معايا بقى. انا خايف لا تموت، انا ما اقعدش استحمل، مش عايز ابقى يتيم. انا خوفي ان ابقى يتيم، وانا فعلا مش عايز ابقى يتيم. جرى يا جماعه، احنا هنقعد كده منكدين على نفسنا ولا ايه؟ لا لا يا حبايبي، انا ما بحبش النكد. يلا يلا قوموا هموا بينا نخرج من هنا، يلا. الو. ايوه يا ماما. معلش يا ماما، اصلي ما كنتش فاضي. بعدين يا ماما، بعدين يا ماما، انا عندي صحابي دلوقتي. ارجوك يا ماما بعدين. مع السلامه. ايه يا شريف؟ ليه عملت كده؟ كنت عايز نعمل ايه؟ انت ناسي انها امك؟ لا، مش ناسي انها امي. ازاي تقفل التليفون وهي لسه بتكلمك؟ كانت خلصت كلام يا محمود. ما كانتش خلصته. ليه تزود همومها؟ ليه؟ همومها؟ ايوه همومها. انت فاكر انها سعيده بالظروف دي؟ تفتكر انها مبسوطه وهي عايشه بعيد عنك وانت بعيد عنها بالشكل ده؟ وانا كان بايدي يا محمود. شريف، لازم تعرف ان الام والاب ما يتعوضوش.